السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا شاركونا بقى غدانا النهاردة حاجة بسيطة كده على القد. عملت بامية او ويكا، وعملت مكرونة محمرة واجنحة. الطريقة سهلة جدا. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. يعني اكل بسيط. جبت الاجنحة، هغسلها زي ما انتم شايفين. اغسلها كويس واحط لها ملح وخل. انا هغسلهم كويس جدا زي ما انتم شايفين، بيبقى فيه ريش صغير كده بتحاولي تشيليه من كل اتجاه. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه. ده الجرح يعتبر نايب واحد، فانا ازاي هقطع منه الحته اللي هي على جنب دي؟ يعني بصوا، بعد ما انضفها من الريش انا هوريكم انا قصدي ايه. تمام اهي. انا قصدي الحته دي لما انا هقطعها، لان في ناس بتقول ان هي مش كويسه. طيب هو الجرح هيبقى فيه ايه؟ فطبعا عشان هيبقى نايب طفل هو هيشوفه كبير، لكن لو انت قطعت منه هيبقى ما فيهوش حاجه. تمام كده. انا هبتدي احط ملح زي ما انتم شايفين وخل. وبعد كده يعني الواحد حرام يقطع حاجه زي كده. يعني في ناس كتير بتقطعه وترميه، حرام. الا لو هتديه لقطه او كلب او اي حاجه في الشارع. هبتدي اغسلها كويس زي ما انتم شايفين، وهوريكم كده لون الميه. رغم اني انا من الصبح ميه جاريه بغسلها، بصوا لون الميه بتاعتها، عشان ابتدت الزفاره اللي فيها تطلع بالملح والخل. هغسلها كويس، وكمان هنقعها تاني مع نفس الميه وخل. ميه وملح مش ميه وخل، الخل مره واحده. تمام كده. عندي ميه بتغلي، هحط الاجنحه اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الشوربه بتاعتها مش هتبقى فيها ريم ابدا، لاني انا زي ما قلت لكم غسلاها كويس جدا. هحط طماطمايه وبصلايه، وهحط بعد كده ملح وفلفل. ملح وفلفل وتوابل يعني. هبتدي بقى ايه، خدت الشوربه. بصوا لون الكاميرا مش جايبه الشوربه كويس. اللون الشوربه ازاي صافيه ولونها حلو جدا من الفراخ. من الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعه كيلو باميه، تقريبا كيلو باميه. هي متلجه. وهحط عليها قرن فلفل. قرن فلفل سبايسي خالص، حامي جدا زي ما انتم شايفين كده. وعندي عقبال ما الباميه تستوي عندي كيسين مكرونه. هبتدي احمرهم واعملهم شوربه. انا هوريكم تركايه بحطها في المكرونه هتخلي المكرونه طعم تاني وشكل تاني، رغم ان هي شوربه. طبعا احنا في الشتاء محتاجين شوربه وحاجات تدفينا. بس يعني ايه، زي ما انا قلت لكم هي اكلات كده على قد الايد، غدانا بسيط جدا. هبتدي احمر المكرونه زي ما انتم شايفين كده. اول ما تكون، لو انت حطيت المكرونه والماده الدهنيه سخنه جدا هتبتدي تاخد لون على طول. اول ما تحط الماده الدهنيه هتبتدي المكرونه ايه تتحمر على طول. تمام كده. هبتدي اقلب فيها كويس زي ما انتم شايفين. التركية اللي انا هقول لكم عليها بعد ما تاخد لون هتخلي المكرونه ليها طعم تاني. ادي المكرونه خدت لون. هي مش كلها اتحمرت، في خد وخد، يعني ايه لون. في مكرونه اتحمرت فيها كاني عامله الرز مفلفل، كاني عامله رز مفلفل واحده وواحده. هي بقى التركية الطماطمايه دي هتخلي لونها وطعمها مختلف تماما. تمام. حتى شفتوا الحله اللي جنب دي هي الشوربه. الشوربه دي يا جماعه شوربه الاجنحه. طعمها جميل وشكلها طبعا، لان الاجنحه متنضفه كويس. وكمان الشوربه بتاعتها صافيه جدا زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي احط الشوربه كلها وهسيبها تستوي. بصوا لونها، كمان طعمها جميل. بتبتدي انت تظبطي الملح، لو محتاجه مرقه بتحطي. انا الشوربه كانت بتاعتي مش محتاجه اي حاجه. هسيبها تستوي. حتى هي الحله التانية. طب نيجي للباميه. بص بقول لكم شوفوا، انتوا بتدوسوا عليها كده خلاص عرفت انه استوى. طيب انا هعمل فيها ايه؟ في ناس بتهرسها بالمعلقه ولكن مش هتتهرس، وفي ناس بتضربها في الخلاط. انا ما احبش ابدا اضربها في الخلاط، لان في الخلاط بتعمل لها عرق كده ويبقى شكلها وطعمها مش حلو.
انا ببتدي كده بالمضرب السلك، ابتدي اضربها كويس. ولو انت عايزه تضربيها في الخلاط بتحطيها، بتدوسي على الزرار تكه والتانية تكه والتانية وخلاص كده. زي ما انتم شايفين، بصوا اهي خلاص هي اتضربت كده كويس. عندي طاسه فيها ماده دهنيه، زيت او سمنه اللي يعجبك. هبتدي احمر الثوم بقى زي ما انتم شايفين. هو هياخد دقيقتين، وهحط كمان الكزبره، معلقه كزبره كده حلوه كبيره. طبعا زي ما انتم شايفين الباميه، رغم ان هي مش في الشتاء، احنا مش في اوان يعني الباميه دايما بتبقى في الصيف، ولكن كان طعمها حلو. معلقه كزبره اهي، ادوبك هتاخد تقلبتين. وهبتدي احطها بقى ايه، اترشها على الباميه. زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص كده اهي الباميه كانت خدت غلوه على النار. هبتدي اتش عليها بقى ايه، التومه. زي ما انتم شايفين، شوفوا لون التومه كمان مع الكزبره جميله جدا. وبعدين زي ما انتم شايفين، عشان انا ساكنه على شارع فيه اصوات كتير، وادي كده خلاص هنقدم الاكل. طبق الباميه، الاجنحه حطيتها في الفرن تاخد لون في الشوايه، وادي المكرونه اهي. الاكله بس كانت ناقصاكم. يا رب اكون قدرت اني اقدم لكم حاجه، ولو حاجه بسيطه جدا. بصوا منظر الاكل، طبعا الكاميرا ظلماه والاضاءه، ولكن كان هو حلو. اكل بسيط على قدينا، انتوا عارفين اليومين دول طبعا. يا رب الاكل يعجبكم، اشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.